حبايبنا في الله، بنكمل مع بعض فحص الكيس ري 15 او السرات 15 بعلم البوهية. نقول بسم الله عشان نشوف فحص السيارة مع بعض. العربية زي ما شفناها فحص الشواسي بتاعها. العربية مش حلة ولا مسمار، مش مغيرة قطعة واحدة بفضل الله تعالى. السقف بتاع العربية متفيم اسود يا جماعة، بس مع ذلك برضو قلم البوهية بيفحصوا. نكمل مع بعض. الداير ده يا جماعة دايما او بنسبة يعني 98% 99% من العربيات الكوري بتلاقي في مرمى او هنا حك العربية، باركينج، فراكنة، الكلام ده. ففي الغالب ما بتلاقي فيه هنا حكة او حاجة، والكوريين بيعالجوها نظافة بس، مش عيب في العربية نهائيا. ولكن زي ما احنا شايفين لحد دلوقتي كسر زيرو عند السوك، مفيش غلطة لحد دلوقتي. عربية بتتكلم. الشنطة نكمل مع بعض. الجناح، هذا الجناح يا جماعة، وهذا القايم، وهذا القايم، وهذا السقف، الباب، أبواب، السواك. نبعد بتاع عشان نشوف مع بعض برضو كده. نيجي هنا الملاحظة اللي في العربية الوحيدة، ده كله بيمسك مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة. هنا يا جماعة، هنا مفيش مشكلة برضو. هنا كده عند الكورنر كده تلاقي العربية فيها حكة، فيها نظافة في الحتة دي، نظافة ما تعبش العربية، ما تزعلهاش في أي شيء. بعد كده نكمل العتبة، هنلاقي العتبة بتمسك معانا، مفيش فيها مشكلة. العربية فيها حتة صغيرة جدا نظافة برضو، ما تعبش العربية في أي حاجة ولا تزعلها. شفنا أساسيات العربية كلها بالكامل، القايم، السقف، كل شيء زي ما حضراتكم شفتوا. عربية جديدة بفضل الله تعالى. عربية فحص بره وجوه زي ما بنقول. نبص مع بعض برضو كمان على دواخل السيارة اطمئنان. قول بسم الله. الجلد، نتفرج على ذنب المصنع واستوكات المصنع يا جماعة بالكامل. السيارة ذنب الفابريكا واستوكات المصنع بالكامل. السيارة مبدئيا نكمل نفك مع بعض، هنتفرج ذنب استوكات الفابريكا بالكامل في السيارة. ما شاء الله. نكمل مع بعض استوكات الفابريكا يا جماعة. استوك الفابريكا ده وجوده لوحده خلاص بيمنع الشكوك حوالين اي شيء. نكمل مع بعض القايم الاخير. بسم الله. فك استوك المصنع زي ما حضراتكم شايفين بفضل الله تعالى. عربية جديدة، ربنا يا رب يبارك اللي هتكون من نصيبه ويعطيه خيرها ويكفيه شرها يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.